مناهل العساف من الأردن. عمري 28 سنة، عزباء. أعمل كمحامية وأدرس في الجامعة الهاشمية في الأردن. بدأت بكتابة الشعر منذ كان عمري 7 سنوات، وأذكر أنني دفنت القصائد القديمة في الحديقة بعد أن جمعتها. الشعر بالنسبة لي هو عبارة عن رسالة في الحياة، وأؤمن أنه يؤثر في النفوس كما تؤثر أي رسالة أخرى فكرية أو شعورية. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، وكما قال: إن من الشعر لحكمة. تأملت أن أكون ضمن 20 المتأهلين إلى شاطئ الراحة. كانت مقابلتي مع لجنة التحكيم مقابلة مريحة، وأملي بالله كبير. عندما علمت أنني قد تأهلت لمسرح شاطئ الراحة، أخبرت والدتي ووالدي اللذان دفعاني دائما إلى التقدم في الشعر. تلقيت تشجيعا من جميع المحيطين بي للمشاركة في مسابقة أمير الشعراء، لأن المسابقة تحظى بجماهيرية عالية بين جمهور الشعراء وأيضا بين الناس. أقول لمن سينافسني في الحلقة من زملائي: تشرفني منافسة الشرفاء أمثالكم. إذن عدنا مجددا لانطلاقة الموسم الخامس من أمير الشعراء، وثالث فرسان الليلة هي شاعرة جاءتنا من الأردن، الشاعرة مناهل العساف. مناهل، أنت أول شاعرة تقف اليوم في هذا الموسم على خشبة المسرح بانتظار أن نسمع قصيدتها. هل أنت متوترة قليلا ربما؟ حالا يعني لا. الحمد لله. طبعاً. ولكن يشرفني أن أمثل الشاعرات. ونحن أيضا يشرفنا هذا، ولكن لدي سؤال. في التقرير ذكرت بأنك دفنت قصائدك في حديقة المنزل، لماذا؟ نعم، دفنتها في حديقة المنزل لا لأتخلص منها، وإنما لأحفظها. نحن ندفن كنوزنا دوما. عظيم. وتقولين بأن والديك كانا يدعمانك شعريا، يعني نعم. هل الأهل من ذواقة الشعر؟ هم كذلك، إنما يدعماني بأن يتركاني حرة. ونحن أيضا تترك سنتركك الأمر على حرا سجيتك. فتكون تدعمه. نعم. عظيم، تفضلي الطير إذن حرا. ولنسمع قصيدتك، وبالتوفيق إن شاء الله يا مناهل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساؤكم ألق وشعر. سأقرأ مدائن النور. أقول: ليلهم موحش وليلي أنس، ليلهم موحش وليلي أنس، وفؤادي على هيامك يرسو، ساجد والسجود نشوة عشق، حضن آهي إذا تبعثر حس، يتراءى لي الوجود بنور يرفع الروح حين تخضع نفس، وكأني إذ الرياح تهادت أسمع الهمس إذ يسبح همس، وإذا النجم في السماء تلالى نادم القلب في جلالك ميس، وأرى بسمة النخيل فأحنو، وأرى دمعها فيغلب بؤس، في مرايا الغيوب أبصر طيفي وجهه، ليس في البصيرة لبس، هادئا يعبر المدائن في الروح إليها مهاجرا طاف يحسو، موقدا جذوة الرؤى، موقدا جذوة الرؤى تتبدى، داعيا من له إلى النور قبس، موقدا جذوة الرؤى تتبدى، داعيا من له إلى النور قبس، فإذا لامس الجمال وجودي فتح الدرب للسماوات لمس، وإذا هام للسماء قصيدي
أشرقت منه في الغيابات شمس. أنتشي فإذا لامس الجمال وجودي فتح الدرب للسماوات لمس. وإذا هام للسماء قصيدي أشرقت منه في الغيابات شمس. أنتشي بالجمال عانق روحي أتجلى به وما بي مس. فأناجي الإله في كل حسن وأرى الدهر باسما حين يقسو. ويقيني من الزمان يقين لي من ضربة الملمات ترسو. عاشق ضم في الفؤاد سماء ثابت العزم إن تمنع بأس. هو قلبي إليك يصبو ويهفو وبك الحفظ إن تسلل يأس. فاحفظ النور في فؤادي بنور إن قلبا هما بنورك قدس. شكرا يا مناهل. إن ترفقنا بك قيل إننا نترفق بالقوارير، لكن في حقيقة الأمر أبياتك تشي بحالة من الصفاء والوجد والتطلع إلى السماء بطريقة شعرية جميلة، ونصك متماسك مصبوغ بلون واحد، وهذا اللون الذي تلجئين إليه أفهم أنه مهرب للشواعر، لأن التعلق بالسماء والحب الإلهي يبعدهن عن شبهة الارتطام بصخور الحياة وبتقاليدها القاسية. توظفين لعبة التقابل بشكل جميل، مثلا البيت الذي تضعين فيه رفعة الروح في مقابل خضوع النفس، وهذه مفارقة ذكية بالكلمات المأثورة، مع أن كلمة الروح والنفس والعقل من الوجهة العلمية كلها تشير إلى شيء واحد. ألاحظ على قصيدتك شيء من الطراوة وافتعال التقفية أحيانا، عندما تقولين أسمع الهمس إذ يسبح همس، نادم القلب في جلالك ميس، وأرى دمعها فيغلب بؤس. محتاجة شيء من القوة والعرامة يا مناهل. المهم في هذه الحالة الشعرية أن تعثري على إيقاعك الخاص. هذه تجربة، وتجربة جميلة، لكن ماذا أتيت بجديد فيها؟ هذا هو السؤال. لابد أن تسائلي نفسك عند كل قصيدة ما هو الملمح المميز الذي أثبت فيه بصمتي الشعرية. عموما إيقاعك هادئ ونصك متجانس وشعرك جميل، وشكرا. مناهل تدفن الكنوز في الحديقة إذا لم تكن كنوزا، إذا كانت من مخيلة الشعراء والشواعر. القصيدة في الواقع تعتمد على الصوفية، لكن الصوفية تميل إلى البحث والتساؤل وترتقي في مدارج السالكين، وأنت في هذه القصيدة كنت ترتقين في الواقع يعني وصولا إلى الأدعية. في نهاية القصيدة كان دعاء، مما تحولت من كونك شاعرة إلى كونك داعية، وليس المكان في الواقع إلا للشعر. هذا قادك إلى الوثوقية التامة واليقين التام في القصيدة، وليس مجاله الشعر. تقولين مثلا يرفع الروح حين تخضع نفسه،
وتقولين على سبيل المثال: وأرى الدهر باسما حين يقسو. حتى في نهاية القصيدة تكونين حازمة ووثوقية ويقينية إلى أبعد الحدود: إن قلبا هما بنورك قدس. تتأرجح القصيدة بين صوتين: صوت أسمع وصوت أرى. لكن في الواقع مثل ما يبدو لي أن فعل السماع يفوق على فعل أرى، لأن فعل أرى هو القوة، تبرز فيه قوة الشعر. لأن لو اعتمدت على السماع ستنتقلي من الشعر إلى الفقه، وهذا ليس مجاله. هناك بيت جميل في هذه القصيدة: في مرايا الغيوب أبصر طيفي وجهه، ليس في البصيرة لبس. عندما يبصر اللامحسوس المحسوس، يحدث ذلك حينما نرى بالبصيرة لا البصر، وحينما نغامر في فضاءات الرؤية لا في فضاءات السماع. شكرا لك أختي الكريمة وبالتوفيق. مساء الخير منال. مساءكم. نصك هذا تتنازعه قيمتان فنيتان كبيرتان، إحداهما خارجية وإحداهما داخلية. الخارجية يعني لقد أفلحت في توظيف الصوت. هذه السين التي تصفر هذا الصوت المقطوع عندما ينتهي، يعني الأنس إلى آخره، حس، ميس. القيمة الفنية الثانية هي قيمة داخلية كما قلنا، وهي هذا الوجدان، هذا الإشراق الصوفي الذي أفلحت أيضا في توظيفه. كما أفلحت في اختيار هذا العنوان مدائن النور. في هذا العنوان أنا أعتقد شعرية تمتد أنوارها في شوارع مدائنها. لقد وظفت إيقاعا شعريا راقصا إذن في النص، مستفزا يشد إليه المتلقي شدا، ولا أراه إلا له طربا. في البيت الثاني عشر أتوقف عنده لضيق الوقت. في البيت الثاني عشر صورة شعرية بديعة قد ضمختها نفحات صوفية معتقة تسمو بالوجدان، فيحلق في أقاصي الفضاء، وتدنو بالإدراك إلى أعماق النفس فتمتلئ منه وتنتشي به. كل ذلك جاء في البيت: أنتشي بالجمال عانق روحي، أتجلى به وما بي مس. شكرا لك على هذا النص الجميل. أشكركم، أشكر اللجنة، شكرا جزيلا. شكرا يا مناهل، وبالتوفيق إن شاء الله. أشكرك. نتمنى لك التوفيق في باقي المسابقة.